مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. أخبار غير سارة تنتظر عشرات الرؤساء في المغرب. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن توجيه تقارير تفتيش وتدقيق إلى المحاكم الإدارية بهدف بدء إجراءات العزل بحق 21 من رؤساء الجماعات، كما تم إحالة 10 ملفات تتعلق بأفعال ذات طابع جنائي إلى النيابة العامة. وأوضحت الوزارة أنه تم مباشرة إجراءات الإحالة فيما يخص المخالفات المحتملة المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية إلى المجلس الجهوي. ووفقا لتقرير وزارة الداخلية حول إنجازاتها لعام 2024، فإن المهام التي أجريت حتى 30 سبتمبر 2024 أدت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية بحق 42 من رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس الترابية. كما تمت إحالة تقارير بشأن 23 ملفا يتعلق بأطر وأعوان الإدارة الترابية إلى الجهات الإدارية المختصة. وأشار التقرير إلى أن الغرض من هذه المهام هو معالجة الاختلالات المرصودة بشكل يتناسب مع درجة جسامتها، حيث يتم اتباع الإجراءات التأديبية وفقا للقوانين السارية عند ثبوت المخالفات. وقد أسفرت الآليات المراقبة والتفتيش عن نسبة 41% من الإجراءات التصحيحية، مع إحالة تقارير إلى الجهات المختصة بنسبة 23%، في حين تمثل الإحالات إلى النيابة العامة 10% من مجموع التدابير المتخذة. وأكد التقرير الصادر في سياق مشروع قانون المالية لعام 2024 أن المفتشية العامة للإدارة الترابية استقبلت طلبات تفتيش من مصادر متنوعة، مما استدعى إرسال لجان تفتيش لمراقبة التدبير الترابي. ما أفادت وزارة الداخلية أنها تعاملت مع 91 مهمة تتعلق بأفعال منسوبة لرؤساء المجالس ومقررات مجالس جماعة، حيث تم إنجاز 45 مهمة خلال سنة 2024 و15 مهمة من سنة 2023. كما قامت المفتشية بإجراء 21 مهمة بحث متعلقة بمخالفة التعمير والبناء. وفيما يخص أراضي الجماعة السلالية، سجلت لجان التفتيش ملاحظات تتعلق بالترامي على هذه الأراضي من خلال إصدار شهادات إدارية دون الالتزام بالمعايير القانونية. أما بالنسبة للأفعال المنسوبة لرؤساء المجالس، فقد أنجزت المفتشية العامة 45 مهمة في 2024، مع التركيز على جوانب التسيير الإداري وتسجيل المخالفات متعددة. تختلف الإجراءات والتدابير المتخذة وفقا لنوعية الخروقات، حيث يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية أو إحالتها للسلطات القضائية، مع التركيز على التوصيات لتصحيح الوضعيات ومنع تكرار المخالفات مستقبلا. في حالة الاختلالات الجسيمة يتم تفعيل المقتضيات القانونية اللازمة، ويتم إحالة الأفعال ذات طابع جنائي إلى السلطات القضائية المختصة.